فعدتنا كمسلمين بنصلي على محمد في اليوم أكثر من 15 أو من 20 مرة، بس عمرك ما سمعت وصف النبي. اسمع في هذا الفيديو وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمل ما خلق الله في البشر. فم النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع، فإذا رأيته مبتسما وجدت النور يخرج من وجهه، وإذا ضحك كانت تظهر نواجذه من كتر الابتسامة. كان صوته فيه بحة، كان صوت النبي كده. شعر النبي صلى الله عليه وسلم ناعم وفيه اعوجاج شوية، وكان طوله ينزل إلى أذنيه حتى يصل إلى كتفيه. كان صلى الله عليه وسلم لديه 20 شعرة بيضة حتى أمات متجمعين في المكان ده، وتحت فمه الحتة دي، يعني لحد ما مات كان تحس انه شباب صلى الله عليه وسلم، وجهه دائما نضر في روح. لو رأيت النبي كأنك رأيت الشمس، وكأنك ترى البدر في ليلة التمام. عارفين قمر 14 مكتمل من سيدنا جابر بن سمرة يقول لك: كنت أنظر إلى القمر وانظر النبي، أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي، فوالله لوجه النبي عندي أجمل من القمر. سيدنا علي يقول لك: والله ما رأيت قبله وما رأيت بعده. جماله جمال مختلف. احنا بنتبع سنة حد جميل يا جماعة، إن الله جميل يحب الجمال. فاللي بيعبر عن هذا الإسلام كان حد جميل شكلا وخلقا وسمتا. رقبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة ومدورة، لا هو صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا هو بالقصير، في المنتصف. ولكن كان عرض النبي، كتف النبي عرضه عرض جميل، تحس انه جسم رياضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده كرش خالص، كانت بطنه ملساء. شعر صدر النبي ما كانش عنده شعر في صدر غير من ناحيه فم المعده كده لحد سرته، كان عنده خط كده، خط شعر في بطنه. كان موجود في كتفه اليمين وكتف الشمال شعر. كان طبعا عند اعلى العمود الفقري كان يوجد ختم النبوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيه سريعه، كان اذا مشي اسرع، واذا تحدث اسمع، وله شخصيه تبهر اي حد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: كانت الارض تنطوي تحت قدميه، تحس ان هو ماشي عماله تتلم كده من كتر ما بيمشي مشيته سريعه. ستنا ام معبد كانت بتقول ايه؟ اذا سكت اعلاه الوقار، واذا تكلم اعلاه البهاء، اجمل الناس وابهاهم من بعيد، واحسنهم واحلاهم من قريب. عايز اقول لكم يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعاون جدا مع اهل بيته. كان سيدك النبي بيقوم يخيط هدومه بنفسه، عرق بتاعه يظهر مع اي مجهود على جبهته، كان كحبه اللؤلؤ. خالة النبي كانت بتروح تاخد عرق النبي صلى الله عليه وسلم